النهارده بقى هنبدأ نتكلم عن المطبخ والجزء اللي أنا بالنسبة لي جزء مهم جدًا أو area مهمة جدًا في البيت. بالنسبة لي أنا أهم جزئين في البيت بالنسبة لي أنا ووجهة نظري إن المطبخ والliving room دول أهم جزئين في البيت، المساحة بتاعة المطبخ والمساحة بتاعة الliving room. مش خالص الreception. كل العملاء بتبقى مهتمية بالreception بشكل كبير، وأهم حاجة عندي الreception ولو هاعمل بورسلين هاعمله في الreception، ولو هاعمل جبس هاعمله في الreception، ولو هاعمل كذا هاعمله في الreception. في الآخر الreception خط أحمر ما حدش يقعد فيه، معمول للضيوف اللي هم أصلًا ما بيجوش، وأبدأ إن أنا أصرف وأوضّب وأعمل كل حاجة في الreception عشان هو واجهة البيت، وعشان هو هيئة البيت، وعشان الضيوف لمّا ييجوا يلاقوا البيت نضيف، وفي الآخر الضيوف ما بيجوش، ونفضل إحنا زانقين نفسنا وحابسين نفسنا في أماكن إحنا اقتصدنا فيها وزعّلتنا بعد كده في وقت الاستخدام أو في الحياة بشكل عام يعني. فأنا بالنسبة لي المطبخ من الأجزاء أو من النقط المهمة جدًا في قلب البيت، وبالتالي لمّا باجي أجمّع المعلومات من العميل اللي بتخُص المطبخ لازم أتكلّم في كل تفصيلة على حدة، وأعرف كل تفصيلة في دول هاستخدمها إزاي وهاستخدمها ليه، ومميزاتها وعيوبها إيه، وأبدأ أشرح للعميل. بمعنى لمّا باجي مثلًا أتكلّم مع العميل، فباقول له مثلًا والله بالنسبة للبوتاجاز هنجيب بوتاجاز عادي مثلًا والّا هنجيب built in؟ فييجي يقول لي مثلًا لأ والله إيه الفرق بين الاتنين؟ في عميل مش عارف، فهيسألني بالتبعية والله طَب إيه الفرق بين الاتنين؟ أنهُ أحسن من وجهة نظرك يا باشمهندس؟ أجيب عادي والّا أجيب built in؟ أنا مش عارف أنهي الأحسن يعني. فبالتالي هو مش مستني مني ان انا اقول له مثلا لا خلينا بيلت ان ده شكله جميل هيعجبك. بيبقى في قلب الرخامه كده وحاجه بسم الله ما شاء الله. لا الامور مش بتقيم كده. الامور عندنا زي ما اتفقنا بتقيم بمميزات وعيوب. فلما اجي اتكلم مثلا على البوتاجاز البيلت ان، الوظيفه الاساسيه او الوظيفه الجوهريه اللي معمول عشانها البوتاجاز البيلت ان مش ان هو شكله حلو. شكله حلو وكل حاجه وعلى عيني وراسي وحاجه زي الفل. بس مش هو ده الحاجه الاساسيه. طيب الحاجه الاساسيه في البوتاجاز البلت ان، ان احنا زي ما قلنا في الاول خالص في اول حلقه ان الحاجه ام الاختراع. البوتاجاز العادي كويس جدا وعملي واقتصادي في السعر وكل حاجه، بس مشكلته ان بعض الناس بتستخدم الفرن بشكل كبير جدا. فالناس الكبيره او الناس اللي عندها مشاكل في ظهرها او الناس اللي ما بتقدرش توطي وبيحبوا يستخدموا الفرن كتير، بيبقى عندهم مشكله في ان انا استخدم الفرن بتاع البوتاجاز العادي. فبجيب البوتاجاز البلت ان عشان اجيب بوتاجاز لوحده واجيب فرن لوحده وابدا احط الفرن في وحده مثلا معلقه ويبقى المستوى او المنسوب بتاعه عالي، فابدا استخدم الفرن وانا واقف ما اوطيش كتير. فهي دي السمه الاساسيه او الجزئيه الاساسيه اللي انا ممكن اتوجه ليها في حته البوتاجاز البلت ان. فاصبح هنا الميزه اللي انا بلاقيها في البوتاجاز البلت ان عن البوتاجاز العادي ان انا اقدر ابعد البوتاجاز عن الفرن وابدا ان انا استخدم الفرن بشكل منفصل. حد تاني ممكن يقول لي طب والله طب انا ممكن اجيب بوتاجاز عادي واجيب فرن لوحده. ده حل تاني. هو انا بقى عندي المساحه في المطبخ اللي انا شغال فيه تسمح ان انا يبقى عندي بوتاجاز عادي وعندي فرن تاني غير البوتاجاز العادي، مفيش مشكله خالص ان انا اعمل كده. الموضوع بالنسبه لي هيبقى زي الفل. يبقى عندي فرن في البوتاجاز وعندي فرن تاني خارج البوتاجاز. طب لو انا ما عنديش مساحه يبقى انا مضطر ان انا اجيب البوتاجاز لوحده واجيب الفرن لوحده واعمله بيلت ان. فالسؤال ده مثلا بيتوه عن ناس كتير، فيبدا العميل مثلا ممكن اوريدي يقول لي لا ده انا جبت خلاص انا اشتريت البوتاجاز في الجهاز انا جايب بيلت ان. فانا اروح جايب البوتاجاز مثلا في الديزاين حاطط البوتاجاز وحاطط الفرن تحتيه. هل ده عيب؟ لا مش عيب اطلاقا على فكره ان انا احط البوتاجاز واحط الفرن تحتيه. ممكن توظيف المساحه ما يجيبنيش الا كده، ما عنديش مكان احط فيه الفرن. بس لو العميل هو بالفعل جايب البوتاجاز البلت ان عشان الوظيفه دي، فانا اوريدي لازم احقق المطلوب. لازم يبقى البوتاجاز في مكان والفرن في مكان مرتفع ما وطيش عشان استخدم الفرن. فاذا هنا احنا تناولنا الموضوع مع العميل في شكل ميزه وعيب، مش في شكل ان ده شكله حلو وده شكله وحش، صح ولا غلط؟ فانا هنا بتعامل زي ما قلنا مع الخدمات كلها في شكل ايه؟ شكل ميزه وعيب. فلما باجي اتكلم مع العميل زي ما اتفقنا في البوتاجاز فبيقول لي بوتاجاز عادي ولا بيلت ان، فببدا اوضح له وببدا اشرح له
العميل يختار. طب مساحه البوتاجاز بقى، حيز البوتاجاز قد ايه؟ لو انا مثلا هشتغل بيلت ان، هل هشتغل ال 85 سم او ال 90 سم اللي هو 5 او 6 عين، ولا هشتغل ال 4 عين اللي هو 60 سم؟ فبحدد معاه مثلا البعد على حسب المسافه المتاحه ليا. لو انا اقدر اجيب بالفعل بوتاجاز كبير، فالافضل طبعا ان انا اجيب كبير، المساحه مش هتبقى مساعده، فبجيب البوتاجاز الصغير. طب هل هنا شرط ان انا اجيب، طالما جبت بوتاجاز صغير انا اجيب فرن صغير، او العكس لو انا جبت بوتاجاز كبير فاجيب فرن كبير؟ لا اطلاقا، ممكن اجيب البوتاجاز كبير والفرن صغير، او الفرن كبير والبوتاجاز صغير، كله على حسب المساحه اللي موجوده عندي وعلى حسب احتياج العميل. طب ده بالنسبه للبوتاجاز. بالنسبه للشفاط اللي فوق البوتاجاز اصلا، الشفاط اللي فوق البوتاجاز ده في منه نوعين، في طرد خارجي، في بيشتغل بفلاتر الكربون. على فكره 90% من الشفاطات فيها الوظيفتين، بس انا هشغله ازاي؟ هل انا هشغله بالفلاتر ولا هشغله بالمدخنه؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ انا بتكلم دلوقتي كعميل بقى، هبدا ان انا اتكلم العميل بيسال في ايه وانا برد عليه ازاي، او ايه المعلومات اللي انا محتاجها عشان ابدا ارد على العميل. فايه الفرق ما بين الشفاط مثلا لو انا هشتغل شفط طرد خارجي على طول، او لو انا هشغل فلاتر الكربون؟ لو انا هشتغل طرد خارجي على طول فلازم يبقى عندي مساحه اقدر افتح فيها فتحه كور مثلا بقطر لا يقل عن 4 بوصه، وابدا اعمل مدخنه في قلب الحيطه او في قلب الجبس بتطرد على بره على طول، وابدا احط الفتحه بتاعت المدخنه دي في نص السنتر بتاع البوتاجاز عشان لما اركب الشفاط اركب فيه المدخنه وتبدا تطرد الابخره على بره على طول. وده الاحسن والافضل على الاطلاق، ان انا ببدا اطرد الادخنه بالابخره بالسخونيه بتاعتها بكل حاجه على بره على طول. الشفاط بيشفط ويرمي بره على طول. وطبعا ما انساش وانا بعمل حاجه زي كده ان انا امن الفتحه من بره بشباك مثلا او بقطاع كده مغطى بالسلك، عشان خاطر بالليل ما تخشش مثلا عصافير، ما تخشش حشرات، ما تخشش فئران تبدا تخش جوه قلب المدخنه، وممكن ان هي تموت جوه وتعمل ريحه وحشه، ويبقى العميل في البيت مش عارف الريحه دي جايه له منين. فلازم لما اعمل حاجه زي كده امن الفتحه اللي بره واقفلها. مش هقفلها طبعا سد، بقفلها بحاجه سلك عشان خاطر تسمح بمرور الهواء او الابخره، وما تسمحش بمرور الحشرات او العصافير او الحمام وما الى ذلك. طب دي اول جزئيه. تاني جزئيه اللي هي فلاتر الكربون. فلاتر الكربون بتعمل ايه؟ فلاتر الكربون بتشفط الابخره بالدهون بالزيوت بالكلام ده كله، بتبدا ان هي تفلترها وتطلعها لي من فوق الشفاط هواء سخن، فبالتالي هتعلي من درجه حراره المكان. ليه؟ ان انا بشفط البخار السخن ده او الهواء السخن ده اللي طالع، بفلتره وانقيه واطلعه من فوق هواء سخن، واحتفظ انا بالدهون والشوائب والحاجات دي كلها. فبالتالي بعلي من درجه حراره المكان. زي ما اتفقنا بلاقي المطبخ باستمرار طول ما انا شغال المطبخ فيه درجه حراره عاليه. ليه؟ ان انا عمال اخد الابخره السخنه واضخها من فوق، اخد الابخره السخنه واضخها من فوق، فبتعلم معايا من درجه حراره المكان. وبالتبعيه بتزود من نسبه الفقد بتاع التكييف. ايه فقد التكييف ده كمان؟ انت عمال تدخلنا في حاجات، ما هي زي ما اتفقنا كل حاجه مرتبطه بحاجه. نسبه الفقد بتاع التكييف ده، انا جهاز التكييف عندي، وهنتكلم على فكره على موضوع التكييف ده في حلقه كامله باستفاضه. موضوع التكييف ده موضوع كبير. درجه حراره التكييف انا ببقى ظابط مثلا التكييف بتاعي على درجه حراره 20 24 22 ايا كانت الدرجه اللي انا ظابط درجه الحراره عليها. ويبقى في جهاز سنسور كده ترموستات في جهاز التكييف مسؤول عن ان انا اوصل درجه الحراره المكان للمكان الفلاني. اول ما السنسور ده بيبدا يستشعر ان درجه حراره المكان بقت 24 مثلا على الدرجه اللي انا ظابطها، بيبدا جهاز المكيف يفصل، بيبقى في حاله سكون لحد ما بيحصل فقد. يعني ايه فقد؟ حد مثلا شرب سيجاره، درجه حراره مثلا عاليه على الازاز، فالازاز بيبدا يبعث حراره للداخل فيبدا يعمل فقد في درجات الحراره. التقفيل بتاع الحيز مش متقفل كويس، تحت عقب الباب مثلا في مساحه كبيره فبتبدا انها تخرج الهواء البارد وتدخل مكانه هواء سخن. درجه حراره مثلا جايه لي من السطح، البوتاجاز شغال فبيعمل حراره، حد زي ما قلنا بيشرب سجاير، النفس ذات نفسه بتاع البني ادم، كل دي عوامل فقد طبعا بدرجتها. الفقد بتاع السيجاره غير الفقد بتاع الحراره اللي جايه لي من الازاز بتاع الشباك، غير الحراره اللي جايه لي من السقف، غير الحراره اللي جايه لي من البوتاجاز. بس في الاخر كل دي بتسمى عوامل فقد. عوامل الفقد دي كل ما بتزيد جهاز التكييف بيشتغل اكتر.
ليه؟ مش بيريح. الفقد كتير، كل ما اوصل 24 ترجعني تاني، كل ما اوصل 24 ترجعني تاني لل 30، ترجعني تاني لل 35، فافضل شغال. فبقلل من العمر الافتراضي بتاع الجهاز، ان الجهاز شغال باستمراريه، مش بيفصل، مش بياخد وقت الراحه بتاعه. وفي التابعيه بدفع في الكهرباء كتير، ان الجهاز ما بيفصلش، شغال 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 شغال. فبقى لي توابع، فما بضطرش ان انا استخدم حاجه زي كده الا للضروره. لو انا فعلا بقى ما عنديش مساحه ان انا اعمل مدخنه، مش قادر اعمل مدخنه، الكومباوند مثلا مانع ان انا افتح مثلا الفتحه بتاعه الكور عشان المدخنه، وما الى ذلك، اسباب معينه هي اللي تمنعني ان انا اعمل كده، فبضطر ساعتها ان انا اشتغل بفلتر الكربون اللي موجود في قلب الشفاط. بالاضافه الى ذلك ان الفلتر ده مش مستدام. طالما انا اشتغلت بفلاتر الكربون، فانا بضطر اغير الفلتر ده من 3 ل 6 شهور حسب الاستخدام. يعني ايه حسب الاستخدام؟ يعني البيت ده مثلا، ست البيت هنا بتطبخ وتقلي وتحمر وكل يوم زيت وسمنه ودنيا حلوه، تمام؟ فبالتالي في دهون كتير يوميا، فالفلتر بيتسد بسرعه. فلاقي الشفاط شغال، في عملاء كتير يقول لك ايه الشفاط شغال كانه مش شغال، لا هو الفلتر اتسد، فلازم اغير الفلتر. في عملاء تانية لا، هو بيعتمد مثلا في استخدامه على الدليفري، هو يا دوبك الوجبه بتيجي بحطها في الميكروويف وبحطها في الطبق وبطلع كبيري، عملت شويه رز شويه مكرونه مش عارف ايه الكلام ده كله. فلا الفلتر ممكن يقعد معايا 6 شهور وممكن يقعد معايا اكتر من كده، وبضطر اغيره. فبالتالي ان انا احتكم في الموضوع اللي في ان انا اشتغل بموضوع فلتر الكربون، فانا بيبقى عندي مصروف مستدام زي ما قلنا عشان اغير الفلتر بشكل مستمر واستفاد بالخدمه بتاعه الشفاط. بيبقى عندي نسبه فقد عاليه في التكييف، بيبقى عندي درجه حراره عاليه باستمرار في قلب المطبخ، وده طبعا في فتره الصيف الستات كلها مش بتتحمله. فبالتالي كل دي عوامل بالنسبه لي بتبقى سلبيه. فالافضل من وجهه نظري، او من الافضل اللي انا هعرضه للعميل، ان انت لا، الافضل ان احنا نستخدم طرد خارجي على طول عشان نستغل المميزات دي كلها ونبعد عن العيوب دي كلها. يبقى انا كده اتكلمت النهارده في الجزئيه بتاعه البوتاجاز والجزئيه بتاعه الشفاط، نقطتين مهمين جدا ناخد بالنا منهم واحنا بنتكلم مع العميل في الجزء بتاع المطبخ، او في الاجهزه بتاعه المطبخ واختيار الاجهزه بتاعه المطبخ. ان شاء الله المره الجايه اتكلم معاكم في بقيه الاجهزه.